السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده بوصفة ترند بلبن الجديد ام القشاطيط. شايفين بقى الوصفة بتتكلم عن نفسها والشكل كده بيتكلم عن نفسه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. لو عجبكم فيديو النهارده، انا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفة جديدة بنزلها على القناة. النهارده عملنا وصفة احترافية. بصوا ما فيهاش ولا غلطة. ما شاء الله البسبوسة النهارده بالقشطة كانت قمر قمر قمر. اتبعوا الفيديو لحد الآخر وكملوا الفيديو عشان تعرفوا ايه الخطوات المهمة اللي عملناها ده طلعت الوصفة ناجحة وبالشكل الجميل ده. بس يا رب يا رب يا رب كل اللي تحط لايك للفيديو ده يرزقها كده بر ولادها ويسمعوا كلامها ويرزقها بنجاحهم ان شاء الله. يلا بينا بقى نكمل الوصفة بتاعتنا ونقول سر نجاح وصفتنا النهاردة كان ايه. بصوا بقى من اول الفيديو كده، اول لما بتحطي الشربات على البسبوسه كده بعد ما بتخلصيها بتشرب الشربات شايفين. واهم حاجه ان الشربات يكون طالع سخن من على النار. تمام سخن جدا. والبسبوسه لسه نازله من على النار شايفين البقبقه شايفين. ما شاء الله دي سر من اسرار نجاح البسبوسه. اول لما الشربات بينزل عليها سخن وهي سخنه الحبيبات بتاعتها بتنفش كده. تمام وبتشرب كل قطره في البسبوسه. تمام. الشربات بتاعها وتبقى زي القمر. اول حاجه هنعمل الشربات، هحط كوباية ونص من السكر، عليها كوباية ونص من المية. تمام كوباية المج العادي اللي احنا بنشرب فيه الشاي، 200 ملي. تمام. هنحط عليهم كوباية ونص، عليهم كوباية ونص، نص معلقة من ملح الليمون وتستبدليه بعصرة ليمونة. ويستحسن الليمون يا جماعة. تمام مفيش أحسن من الحاجة الطبيعية. خلاص معلقة من عسل الجلوكوز دي بتخلي الوصفة بتاعتك هي بتديها اللمعة اللي بتشوفيها عند الحلواني كده في كل الحلويات. سبب اللمعة دي ايه؟ معلقة عسل الجلوكوز ده. ما عندكيش استعوضيها بمعلقة عسل نحل. ما عندكيش مفيش مشكلة. هنعمل القشطة بقى. كوباية ونص من اللبن الحليب، عليها معلقة من الدقيق. تمام. ومعلقة ونص من النشا أول ما يزينا. ومعلقة ومعلقة يعني انت لو حطيتي معلقتين يبقى أحسن. تمام عشان ما تقعديهاش فترة كبيرة في الفرن بتنشف معاكي القشطة. تمام أو القشطة الكدابة أو المهلبية. خلاص. يبقى معلقة ومعلقة أحسن، معلقتين اتنين، معلقة دي ومعلقة نشا. حطيتهم على النار وحطيت عليهم كيس من الفانيليا. تمام ومعلقة من السكر. خلاص. مش عايزة تضيفي سكر خالص مفيش أي مشكلة. خلاص بقت بالقوام ده. هاجي بقى هنا هعمل البسبوسة. البسبوسة كوبايتين من دقيق السميد. تمام. المج العادي اللي انا بشتغل بيه. تمام هحط ربع يعني ذرة كده من الملح. هاجي هنا الخطوة بقى المهمة واللي بتديها طعم حلو قوي، ربع كوباية من جوز الهند، عليها معلقتين من السكر، نص كوباية من السكر. تمام نص كوباية من السكر، معلقتين من جوز الهند، كيس فانيليا. ضربتهم كويس جدا في الكبة دي. تمام في المطحنة. وهضيفهم على الوصفة. خلاص دول بقى بيدوا البسبوسة طعم وريحة تحفة تحفة تحفة. تمام. وهنا دول معلقة ونص من اللبن البودر. ممكن تستعوضي عنه ما تحطيهوش خالص مفيش اي مشكله. ونص معلقه من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي البسبوسه يا جماعه هايشه كده وبتشرب الشربات بتاعها زي ما شفتوها كده في اول الفيديو. خصوصا كمان لما بتعملي البسبوسه طبقات. خلاص بتبقى معاكي شاربه شربات وما بتبقاش ناشفه. وكميه الشربات كلها بتشربه. وتبقى اخر قطره فيها في القالب زي من فوق زي من تحت. تمام قلبنا بقى المكونات بتاعتنا كلها الجافة. هنيجي هنا نحط نص كوباية من السمنة. ويستحسن السمنة تكون سمنة بلدي أو سمنة نوعها حلو أو سمنة مخلوطة. أهم حاجة بس ما تكونش نازلة من العلب كده ايه على طول على الوصفة. بصوا بتفرق جدا في الطعم. تمام. هقلب بقى كل المكونات دي بتاعتي معايا. تمام بس أهم حاجة السمنة ما تبقاش سخنة كتير يعني. تمام تبقى دافية ما تبقاش سخنة. خلاص ده سبب برضه من اسرار نجاح البسبوسه يا جماعه. السمنه ما بتبقاش نازله بتغلي. انا مش بعمل كحك. تمام. خلاص هبس بقى كل المكونات دي كلها مع بعضها كويس جدا. هنا بقى تقدري تحطي ايديكي وتشتغلي وتلمسي العجينه بايديكي وتشتغلي فيها زي ما انت عايزه. بسي فيها وعجيني فيها زي ما انت عايزه. تمام عشان البسبوسه السمنه تتغلف بالسمنه، حبيبات البسبوسه تتغلف بالسمنه كويس جدا. تمام. طيب البسبوسة يا جماعة من الحاجات الحساسة جدا جدا جدا. لو عجنتها كتير زيادة عن اللازم، تمام وهي فيها المادة السائلة، ده خطر 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 مش هتطلع معاكي حلوة خالص. لكن زي ما بقول لكم كده في المرحلة دي قبل إضافة السوائل بدعك البسبوسة وببسها زي ما أنا عايزة. بصوا
لحد ما الحبيبات كلها تتغلف كده وتبقى زي الرمل. بصوا اول ما امسكها في ايديا كده بتتكون كتله كده زي الرمل. خلاص كده بفكها من ايديا بتبقى مفرفطه كده معايا وزي الفل. طيب في المرحله دي قبل لما احط السوائل على البسبوسه بكون دهنه الصواني بتاعتي او القوالب ومجهزاها. خلاص هقول لكم ليه. هحط هنا كوبايه الا ربع من الميه. خلاص وهلم البسبوسه بتاعتي كده بالمعلقه. في المرحله دي بقى بالمعلقه يا جماعه. ما ينفعش ابدا ان انا احط ايديا واعجن في البسبوسه. طب ليه؟ عشان خاطر مادة الجلوتين اللي جوه دقيق البسبوسة ما تظهرش معايا. تمام. وتطلع بقى كده وتعمل لي البسبوسة دي زي العجين. ساعتها بقى ولا هتشرب معاكي شربات ولا هتشرب اي حاجة زي ما انتوا شفتوها كده، وهتبقى كتلة وهتبقى ناشفة جدا. اخر اضافة بضيفها هنا معلقة من الدقيق. معلقة من الدقيق دي بتخلي البسبوسة مرملة معاكي كده وسايبة كده وسايحة وتبقى زي القمر. زي ما بتشوفوها كده في اي فيديو، مرملة كده وطرية. وكل ما بتقعد معاكي بتطرى وبترمل اكتر. في سر دي معلقه دي معلقه واحده بس للكميه دي. تمام. هنا كده زي ما قلت لكم انا دهنه خلاص القوالب بتاعتي او الصينيه. طبعا ما عشان خاطر بدهنها ليه طيب؟ لان دي البسبوسه ده من الحاجات الحساسه جدا. اول لما هحط عليه المواد السائله زي كده زي ما حطينا كده لبن او ميه، بصوا لو سبته شويه بيشرب المواد السائله بطريقه غريبه. خلاص. فتلاقيه بيكتل معاكي كده مش هتعرفي تفرديه بكل سهولة. خلاص كده. هفرد بقى دقيق البسبوسة بتاعي كده، هحط بس معلقة واحدة في كل بولة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بتتفرد معايا بكل سهولة. تمام. بصوا بقى هكمل كل البولات بتاعتي بمعلقة واحدة بس من دقيق السميد كده من دقيق البسبوسة، من الوصفة يعني اللي احنا عملناها. تمام. كده خلاص يعتبر كده خدت نص الكمية. هجيب بقى القشطة بتاعتي وهحط برضو في كل واحدة في كل بولة كده معلقة أو معلقتين. عايزة القشطة تكون كتير شوية زي كده وصفة بلبن بالظبط زي أم القشاطين. هتعملي كوبايتين لبن وكوبايتين كوبايتين لبن يعني من القشطة. تمام. احنا عاملين هنا كوباية ونص. كانت الكمية كويسة ومعقولة. تمام. لو انت بتحبي زياده بس زودي الكميه مش اكتر ولا اقل. هنا بقى زي ما قلت لكم شايفين بقى دي البسبوسه اول لما بتسيبيه بيشرب السوائل ازاي. ضفت عليه هنا معلقتين كده كوبايتين معلقتين قصدي من الميه او من اللبن. بصي هتلاقيه سائل معاكي كده. واول لما تفردي على طول على البولات بتاعتك اول لما بتهزي بس القالب كده بتلاقيه السطح بتاعه استوى وبقى زي الفل. مش محتاج ابدا ان انتي حتى تسويه باي حاجه. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. وصفه النهارده كانت حلوه جدا يا جماعه، بس تكملوا الفيديو لحد الاخر. وما تنسوش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو عشان القناه تكبر بيكم كده واوصل لاكبر عدد ممكن من المشتركين والمشاهدات. وكملوا الفيديو لحد الاخر يا جماعه عشان المشاهدات دي هي اللي بتفعل القناه. تمام. القناه ان شاء الله تتفعل بيكم واكبر كده وابقى عندي 100,000 لايك و100,000 مشترك. وصلوني ووصلوا الفيديو ده ل100,000 مشترك و100,000 لايك. تمام. مش بعيد على ربنا، أنا واثقة في ربنا وفيكم وإن شاء الله كل حاجة بتيجي بالصبر. تمام. بس حطوا لي اللايك كده، ما تنسوش اللايك يا جماعه، اللي يشوف الفيديو ويعجبه ما تنسيش اللايك وما تستخسريش فيا اللايك لان اللايك بيرفع الفيديو. وزي ما اتفقنا في اول الفيديو وريتكم في اول الفيديو وقلت لكم على المعلومات المهمه اللي هي تنجح البسبوسه. اول لما تطلع من الفرن على طول الشربات سخن والبسبوسه سخنه. تمام. شايفين لازم تشرب الميه كده الشربات يا جماعه زي الارض العطشانه. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. الوصفه بتاعت النهارده ناجحه جدا جدا جدا. بس لازم تكملوا الفيديو لحد الاخر عشان تشوفوا كل الوصفات وكل التكات اللي احنا عملناها نجحت الوصفه ووصلتها للمرحله والشكل القمر ده. شكل الحاجه بيتكلم عن نفسها كده. من قبل ما تاكليها شكلها بيتكلم عن نفسها. شكل الوصفة الناجحة بيبان قبل ما تاكليها. تمام. اول حاجة بصي هنا بقى الحركة دي حلوة قوي. بغطيها كده، فتحت كيس تلاجة وبغطيها عشان الوش بتاعها يطرى لو كان ناشف. تمام. وصفتك تبقى قمر 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 زي ما شفناها كده في اول الفيديو. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تحطوا اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. كانت قمر قمر قمر. والسلام عليكم بفيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.